الأمن والأمان والطمأنينة. كل عام والسودان يزداد ازدهار دائما وأبدا. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. علينا أخونا عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، إنه لأمر محزن مؤسف حقنا أن نجتمع اليوم لنفرح بعيد استقلال بناء بلادنا الحبيبة، ولكن بعد 68 عاما من الاستقلال المجيد لا تزال بلادنا تعيش اليوم تحت وضعة نيران الحرب اللعينة التي تكاد تأكل الأخضر واليابس. والأكثر أسفا هو أننا أبناء الشعب الواحد نقاتل بعضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويجنبها شر تلك الحرب والفتن ما زهر منها وما بطن، وأن يجعلها وطنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء لذة للآمنين. اللهم احفظ أهلنا وجميع السودانيين وألف بين قلوبهم واجعلهم آمنين، ولا تجعلوا للشيطان فرصة ويفرق بينكم، واحرصوا على عدم التفريط في حبكم للوطن. وطن الأم والأب والأجداد سيظل وطن لنا مهما ابتعدنا ومهما اقتربنا. علموا أبناءكم حب الوطن، علموا أبناءكم حب الوطن، فلتدب السودان وطن لنا جميعا. شكرا لاستماعكم. السودانية المختلفة في المجتمع الجديد والبلد الثاني السويد، ومن خلالكم أيضا يشرفنا أن ننشر كيفية تعزيز واحترام تلك العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الطرفين، ونناشد بأن لن ولم يتم ذلك إلا بدعمكم الرشيد وعونكم الجبار لنا في تنفيذ العمل الثقافي والاجتماعي والرياضي والأكاديمي والترفيهي، كما أننا لن ننسى لكم جهودكم ودعمكم المتواصل لنا من خلال طيلة هذه الفترة المنصرمة داخل البيت الصغير ألا وهي الجالية السودانية. كما لا يفوتنا أن نشكر كل من دعمونا معنويا وماديا حتى نقف أمامكم اليوم بهذه الصورة الجميلة المتمثلة أمامكم. وبوجودكم ودعمكم المتواصل هذا تسعى الجالية السودانية بتقول بتعزيز وترسيخ الروح الوطنية بين أطفالنا المولودون خارج الوطن، ونغرس تلك العلوم والثقافات السودانية السمحاء بينهم حتى يستطيعون الاتصال
والارتباط ببلدهم الأم ووطنهم السودان الغالي. لذا نرجو منكم كأعضاء الجالية تكرما وليس أمرا أن تكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه الكتلة القومية الوطنية، وتصبحوا كالعضو الواحد يتفاخر به أطفالنا على مر الزمان. وكما يقال في الاتحاد القوة، فبعونكم واتحادكم والالتفاف الجميل حول هذا السودان المصغر بالسويد يلتئم وينهض الوطن الجريح السودان. فدمت يا سودان أبيهم وطابت جراحك العميقة، وعاش شعبك الكريم رغم جرحك العليم، وعم السلام جميع أرجاؤك يا حبيب يا السودان. وفي الختام تسمح لي أن أتقدم بآيات الشكر والعرفان لزملائي وزميلاتي في المكتب التنفيذي على جهودهم المتواصل، كما أشكر أيضا اللجنة المنظمة لهذا الحفل من إخوة وأخوات يعملون من خلف الكواليس والذين يعملون أمامكم الآن، واللجنة الإعلامية. والشكر موصول للأستاذين الأستاذة هند الطاهر والأستاذ أيمن، لأنهم لبوا دعوتنا لهم وجاءوا إلى السويد ليقدموا لنا اليوم حفل حتى نسعد جميعا إن شاء الله. وأيضا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الحضور، ونسأل الله السلامة إن شاء الله لبلدنا، وإن شاء الله يعم البلاد الأمن والسلام والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. مساء الخير على الجميع كل الحضور. في البداية بقول لكم كل عام وانتم بخير، والسودان الوطن يا رب يعود له سلام وأمان، ونرجع في حضنه بكل فئاتنا وألواننا وأشكالنا، ونرجع للسودان ونرجع في حضنه. شكرا لحضوركم. أنا بشكر الجالية السودانية في مدينة يدبوري، أنا طبعا معليش اللهجة بتاعتي، لدعوتهم لنا. صراحة سعدنا بهم جدا، سعدنا باستقبالكم، سعدنا بكرمكم الفائض. نحن الليلة بنجتمع في حضرة الوطن. نحن محتاجين نتجمع اليوم في حضرة الوطن، كلنا مليانين حزن عميق. يمكن أنا أولكم لأنه أهلي ناسحين زيي وزي أي شخص قاعد هنا، لكن أنا كنت محتاجة أجي وألاقيكم عشان أطلع كل الحاجات السلبية السيئة اللي جواي وألقى إيجابية معاكم في حضنكم وفي. أتمنى في الذكرى استغلال السودان يعني نكون دائما متلمين في الخير، الخير الجاي من الوطن، ولسه عشمنا كبير إنه بكرة السودان يكون أجمل. خلونا نغني للوطن، نغني للفرح اللي إن شاء الله نلقاه قريب. شكرا لحضوركم، ويلا نغني.